يا جماعة بعد ما خلصنا حالة تصغير الثدي، احنا شلنا من كل ناحية حوالي أكتر من 2 كيلو. يعني من الناحية اليمين احنا شلنا حوالي 2 كيلو وربع، ومن الناحية الشمال شلنا حوالي 2 كيلو و150 جرام. لأن هو ما بيبقاش التو بريست أو الناحيتين بيبقوا زي بعض ايدنتيكال، يعني لازم بيبقى فيه فرق ما بين الاثنين. الحقيقة إن يبان رقم 2 كيلو ده أو رقم قليل، لا، هو 2 كيلو ده الكيلو الواحد على الصدر ده بيعمل حوالي 5 كيلو على الظهر. يعني كأنها شايلة على صدرها حوالي أكتر من 25 كيلو في الناحيتين. فالحقيقة العملية دي بتغير حياة الناس بشكل كبير جدا. ده من الناحية الوظيفية، بالإضافة كمان للناحية التجميلية، إن إحنا بنعيد تاني تشكيل الثدي تاني من أول وجديد. يعني بنبدأ إن إحنا نعيد تضريس الثدي، نرفع الحلمه والهاله نحطهم في مكانها المناسب في نص الثدي. بنبدا ان احنا نخلي الجزء العلوي من الثدي انسيابي، والجزء السفلي من الثدي هو اللي فيه الفورنس. يعني بنبدا نعيد تضاريس الثدي تاني من اول وجديد. فعشان كده عمليه تصغير الثدي للناس اللي بتحتاجها بتبقى عمليه مهمه جدا، وبتبقى عمليه مفيده جدا جدا جدا.